بُص، هو عمومًا اللي بيقدّم على الAusbildung عمومًا جوّه ألمانيا بيبقى من جميع جنسيات العالم، ده أولًا. ثانيًا مش مصريين بس اللي بيقدّموا، هتلاقي توانسة، هتلاقي مغاربة، هتلاقي فلبينيين، هتلاقي من دول شرق آسيا، هتلاقي ناس كتير جدًا بتدوّر وبتشوف فرص الAusbildung والتدريب المهني جوّه ألمانيا، لذلك فرصة التنافس كبيرة جدًا، وفرصة المقاعد حاليًا ما بقتش كبيرة، تمام، ده أولًا. ثانيًا لازم تكون عارف إن أنت فرصتك مش كبيرة أوي، ولكن لازم تكون حاطط في دماغك خطة إن أنت لازم تصبر وتثابر على الموضوع، عشان زي ما قُلت لك في جنسيات كتير جدًا بتقدّم للAusbildung والتدريب المهني، لإنها فرصة كويسة ولإنه نظام تدريب قوي في أوروبا ومن أقوى أنظمة التدريب المهني ومن أقوى أنظمة التعليم في أوروبا، ده أولًا. ثانيًا أثناء الدراسة بتاخد راتب، بعد الدراسة طبعًا بتطلع تتخرّج direct بتلاقي فرصة عمل وفرصة شغل، فطبيعي إن الموضوع يبقى كويس، وطبيعي إن الموضوع يبقى عليه تنافس شديد، والمقاعد يكون عليها تنافس، مش من المصريين بس اللي بيقدّموا Ausbildung، المصريين حرفيًا ما يجوش 1% مثلًا من اللي بيقدّم على فرص التدريب المهني والAusbildung في ألمانيا، لذلك اجتهد، شِد، خُد الB2 في ألمانيا، خُد الB2 في الألماني، تمام، وبعد كده إن شاء الله تلاقي فرصة كويسة. وربنا يوفقك بإذن الله. ولو وصلت للنقطة دي في الفيديو فشكرا جدا إن أنت كملت الفيديو للآخر.